بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما اقول هنعمل ايه مع بعض النهارده، اهدوني من ايديكم الحلوه باحلى لايك باحلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. تسلم لي ايديكم يا رب العالمين. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعاده من عند رب العالمين. قولوا امين. النهارده ان شاء الله حبايب قلبي هنعمل وصفتين حلوين ان شاء الله، يا رب يكونوا سهلين وحاجتهم متوفره في بيتنا ان شاء الله. هنعمل الكلاوي الحلوه بتاعتنا بطريقتين سهلين وبسيطه ان شاء الله. انا جبت الكلاوي غسلتها غسله حلوه زي ما انتم ما شايفين كده، وصفيتها خالص من الميه بتاعتها. انا هاخدها دلوقتي يا حبايب قلبي اعملها في معلقتين سمنه، اشوحها تشويحه حلوه. يلا بينا واحنا بنشوف الكلاوي بتاعتنا بنشوحها وندردش مع بعض. انا هنا جبت يا حبايب قلبي طاسه وحطيت معلقتين سمنه. انا ما حطيتش زيت، انا حطيت معلقتين سمنه يطعموا لي الكلاوي بتاعتنا الحلوه دي، وهشوحها كده اهو لوحدها من غير اي حاجه زي ما انتم ما شايفين كده لحد ما تتشوح كلها وتاخد اللون المتشوح بتاعها، ما تبقاش لونها زي كده اهو. ونقلب. بصوا يا حبايب قلبي، بعد ما اتشوحت انا عندي فص ثوم صغير قطعته حتت صغيره، ما دقتوش، انا عايزاه يبقى متقطع حتت صغيره كده عشان يديلي للكلاوي بتاعتي طعم حلو وتطعيمه حلوه. وهنزل دلوقتي بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنزل بقى بالفلفل الاسود بتاعنا واقلب لما الكلاوي بتاعتنا تقوم ناشفه خالص وتتطعم بالفلفل وبالثوم بتاعنا اللي انا قطعته حتت صغيره ما طحنتهوش. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها ما اقولكمش يا جماعه، جميله جميله جميل. واللي مستطاع تجيبيها بلدي تجيبيها مستورده اللي انت عايزاها يا حبيبه قلبي، واللي متاح لايدك. ولا دي هتقول لا ولا دي هتقول لا. بسم الله ما شاء الله. بصوا مجرد فص الثوم شويه الفلفل على ريحتها وعلى جمالها، ولسه بقى لما نحط لها مكوناتنا وكل حاجتنا اللي عندنا. بعد ما الكلاوي بتاعتنا يا حبايب قلبي اتشوحت وبقت بسم الله ما شاء الله عليها زي ما قلت لكم بفص الثوم الصغير وبشويه الفلفل الصغيرين، ولا اكتر ولا اقل. في مكون سري بقى كده اهو عندنا كلنا في البيت هنحطه، بسم الله ما شاء الله هياخد لنا الكلاوي دي في حته تانية خالص. ايه هي يا ست بسيطه اللي عندك دوا؟ وايه الحاجه اللي هتخلي الكلاوي بتاخدنا في حته تانية خالص؟ معلقه سكر صغيره. معلقه سكر يا ست بسيطه. بصوا ده حاجه سحريه وحصري لحبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى احلى كلاوي كده هتاكلوها، وادعوا بقى للست بسيطه. بعد يا حبايب قلبي ما شوحت الكلاوي بتاعتنا بالطريقه اللي انتوا شفتوها بمكون السحر اللي عندنا اللي هيخلينا الكلاوي دي تاخدنا في حته تانية خالص وتخلينا مزازه كده وطعم جميل ومسكر للكلاوي بتاعتنا. اول وصفه للكلاوي بتاعتنا انا هعمل ايه بيها. عندي بصله ما هي صغيره او مش كبيره او قطعتها شرايح. عندي فلفل الوان قطعته شرايح. طب ما عنديش فلفل الوان يا ست بسيطه، الفلفل المتاح عندك، ما تعقديش الدنيا، خلي الدنيا سهله وبسيطه ان شاء الله. عندي طماطميه واحده قطعتها شرايح. في معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من الملح البودره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح بتاعنا. يلا بينا على طول اقول لكم هنعمل ايه في اول طريقه واول وصفه لينا للكلاوي الحلوه بتاعتنا الجميله. انا جيت هنا يا حبايب قلبي في الطاسه اللي انا شوحت فيها الكلاوي بتاعتنا زي ما انتم شايفين مكان التشويح، وزودت حته سمنه وشويه زيت بس اهو. انزل بقى كده بالبصله بتاعتي لما
تدبل في قلب الحاجات الحلوه دي اللي هتدي. اوعي ترمي الحاجات دي، دي اللي هتطعم لك البصل وكل الخضار بتاعنا اللي هنحطه وتخليهن طعمه في منتهى الجمال. البصله تدبل على طول، واقوم نازله بالفلفل بتاعنا اللي انا قلت لك اي فلفل متاح عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر، حامي، بارد، اللي انت عندك واللي متاح عندك. ما تصعبيش الدنيا عليك يا حبيبي. بعد ما البصله دبلت معانا هقوم نازله بالفلفل بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، برضو يدبل معانا، واقوم نازله باللي بعد منه. ايه هو يا ستي؟ بسيطه. بعد ما الفلفل على طول يدبل اقوم قايله الفلفل دبل معانا هو مع البصل في قلب حاجه التشويحه اللي احنا مشوحين فيها الكلاوي. هنزل بقى بنص الكلاوي، بنص الكلاوي، عشان احنا لسه عندنا وصفه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى دلوقتي بحاجتنا الحلوه انا قلت لكم عليها، البصل البودره والثوم البودره والملح والبابريكا والفلفل الاسود اهو، واقوم مقلبه جامد. هنزل بقى بالطماطمايه اللي انا عملتها شرايح واقلبها دقيقتين بالظبط يا حبايب قلبي، واقوم قافله على الحاجات الجميله الحلوه اللي في الطاسه بتاعتنا. الله اكبر عليها وعلى الالوان الحلوه الجميله ولا ريحتها كده. الكلاوي عندنا استوت، وبسم الله ما شاء الله، حاجه فوق الوصف والخيال. الله اكبر. 2000 years later. بسم الله ما شاء الله على اول وصفه عندنا من الكلاوي. الله اكبر، حاجه فوق الوصف والخيال، يعني حاجه تاخد العين قبل البق. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ما خدتش مننا وقت. يلا بينا اوام يا ستي بسيطه على الوصفه التانية. قولي لنا ايه مكوناتها. الوصفة التانية حبايب قلبي من الكلاوي بتاعتنا، ادي نص الكلاوي بتاعتنا التانية. وعندنا بطاطس جبتها قشرتها وقطعتها مكعبات زي ما انتم ما شايفين كده وحمرتها. فلفل قطعته حتت وسط وحمرته برضو. بصل قطعتها حتت صغيرة. عندي عصير طماطم، عندي معلقة هريسة على فص توم، طحنتهم مع بعض جامد. يلا بينا اوام على البوتاجاز نشوف احلى واطعم طريقة تانية بتاعتنا. انا حطيت شويه زيت مكان الكلاوي بتاعتنا الاولانيه. خساره ان احنا نرمي الحاجات الحلوه دي، دي هتطعم لنا كل الكلاوي بتاعتنا والخضار بتاعنا. انزل اوام بالبصل بتاعنا واشوحه تشويح كده اهو في الحاجات الحلوه دي كلها. بصوا بتخلي البصله ايه لونها جميل، وهتطعم البصله وكل الحاجات بتاعتنا. واقوم نازله بالتومه بتاعتنا اللي بالهريسه واقلب حلو قوي كده. بسم الله ما شاء الله. مجرد ما ريحه التومه تطلع معانا اقوم نازله بايه يا حبايب قلبي؟ انزل بالكلاوي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الريحه وعلى الجمال. واقلب دقيقتين واقوم نازله بعصير الطماطم. مجرد ما الكلاوي بتاعتنا تاخد من الحاجات الجميله دهيه وتطعم بيها اقوم نازله بالطماطم بتاعتنا. الله اكبر على الريحه يا حبايبي. دلوقتي هنزل بعصير الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب واقوم نازله بالملح بتاعنا. انزل بقى بالملح كده واقلب واسيبها لما تغلي غلوه، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنزل بقى دلوقتي بالبطاطس المتحمره المكعبات بتاعتنا والفلفل واقلب. احنا كده البطاطس عندنا والفلفل مستويين، هقلبهم تقليبه ياخدوا من الكلاوي بتاعتنا والبصل وكل الحاجات الجميله دي، واقوم قافله ونحضر احلى واطعم اكل بتاعنا. الله اكبر على الريحه. ما اقولكمش يا حبايب قلبي، ودايما اقول لكم طول ما انت واقفه في المطبخ ابدعي في مطبخك، واوعي تستهاني بحاجه ولا تقولي لا 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 لا. ابدعي وجددي وفرحي بيتك وفرحي جوزك وفرحي عيالك وفرحي نفسك لما تسمعي احلى كلمه حلوه تبسطك من جوزك ومن عيالك ومن جيرانك لما يشكرولك في الريحه اللي طالعه. احلى اكل طالع من بيتك بالريحه العسل الحلوه بتاعته. الله اكبر على الحاجات الحلوه والجميله. ربنا يبارك لكل واحده تجدد وتبدع كده في مطبخها وما تكسلش وما تطنش. يلا بينا نحضر احلى اكل بتاعنا. ادي الكلاوي بتاعتنا اللي عملناها بطريقتين حلوين سهلين، متوفر عندنا ان شاء الله مكوناتنا في البيت بتاعت ايه اللي احنا عملنا بيها ان شاء الله. بالبطاطس، بالفلفل، بعصير الطماطم، الله اكبر ريحتها ما شاء الله، بالفلفل الالوان او الفلفل المتاح عندك، وشرايح البصل وشرايح الطماطم، وبسم الله ما شاء الله. وما تنسوش المكون السحري اللي انا حطيته اللي هيطعم لنا الكلاوي بتاعتنا، وهي معلقه السكر
الصغيرة يا سكر انت وهي يا قمرايه، وشوية سلطة حلوين، شوية مكرونة، شوية مسقعة كده. دول بقى يا حبايب قلبي فضلة خيركم كانوا ايه، شوية مسقعة فاضلين عندي كده اهو، جبتهم وسخنتهم. ما يجراش حاجة، هو انا لازم اعمل مخصوص؟ لا، طالما عندي في التلاجة طلعتها وسخنتها كده، المسقعة الحلوة بتاعت الست بسيطة السريعة دي، وسخنتها وحضرت احلى واطعم اكل. بسم الله ما شاء الله. قومي لو متوفر عندك كلاوي، او لو انت محتاره ونازله السوق، جيبي احلى كلاوي مستطاعه في ايدك اللي انت تجيبيها، تجيبيها بقى بلدي تجيبيها مستورده، اللي انت عايزه تجيبيها تجيبيها يا حبيبه قلبي. في الحالتين مش هتقول لا. تعملوهم بطريقه الست بسيطه. ايه البسيطه؟ بطريقه سهله، بطريقه بسيطه. بسم الله ما شاء الله. ما تنسيش الست بسيطه بالدعوه الحلوه تكبر الخاطر، باللايك، بالاشتراك، بتفعيل زر الجرس، وتقولوا لحبايبكم ولجيرانكم. ما تنسونيش وتقولوا لهم على طول روحوا وتابعوا واشتركوا للست بسيطة وبنوتتها على وصفاتها وعلى اكلاتها الحلوة الجميلة اللي على قدنا، اللي على قد ايدينا، وبسم الله ما شاء الله بكميات كبيرة باقل التكاليف ان شاء الله. يا رب نتمنى ان احنا دايما في مطبخ الست بسيطة وبنوتتها نكون بنعمل اللي بينول رضاكم ان شاء الله من عند رضا الرحمن علينا وعليكم يا رب اجمعين. وما تنسوش الدعوة الحلوة زي ما قلت لكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.